تعرف دائما يفكر بموضوعات النجاح. فمو غلط ان انت، لكنه انت تراهن. انا الحقيقه اراهن على الناس، يعني انت نجاحك ايش قد تتواصل، ايش قد تبقى بالذاكره، ايش قد تكون مؤثر عند الناس. بس انا لحظه فاتني يا احمد ايضا، نعم. خلي طالما احنا في برنامجنا، اخواننا في لندن زملاء كثير عندي واصدقاء، نعم. خلي احييهم من خلالك، اوجه لهم احلى تحيه، واهني كادركم مسلسلكم الرائع الله يسلمك. للمخرج استاذ جعفر، مدينه نعم. الضباب اعتقد. نعم. نعم. وقبلها انتجتوا كان فيلم ابتسامه بيكاسو. نعم. جعفر يمكن استاذ جعفر مخرج رائع الى منطقه الدراما النفسيه، الدراما السيكولوجيه. وبالفيلم كانوا نجوم كبار، استاذ فلاح هاشم، استاذ نعم. سلام زهره، نعم. فنانين الحقيقه اللي يحضر، لكنه كان رائع. والان المسلسل ايضا مسلسل مدينة الضباب. رائع جدا جدا. نعم. فتحيه وأنا لكم، الله وتحيه يسلمك. لجهدكم الكبير، الله وتحيه يسلمك. لكل اصدقائي في لندن اللي الله يتابعونا يسلمك. ويشوفونا الان، واللي أكيد أكيد يصل سلامك. بالمناسبة، بما أنك ذكرت جعفر مراد والمخرج جعفر مراد ومسلسل مدينة الضباب، بداية شنو رأيك بالممثلين اللي أدوا وكان أدائهم جميل طبعا لا شك، لكن أنت كممثل أريد رأيك، وأنا كنت جزء من الممثلين طبعا. كلكم رائعين، وخصوصا يعني فنان الاستاذ فلاح معجب به من زمان، فنان كبير له حضور، أكيد. كان يؤدي بتلقائيه واسترخاء حلو. استاذ جعفر حضرتك كثير، اكو ناس يمكن للاسف ما اعرف اسمائهم، لكنه عندهم هذه التلقائيه، هذه الاشياء، نفس ما حصل بالفيلم. الفيلم كان نعم. الحقيقه اثر بي، انا شفته واستمتعت ابتسامة نعم. بيكاسو، طيب. كان رائع جدا. جميل. بحكم علاقتك بالأستاذ جعفر مراد، كان له عرض في مسرح الرشيد في بغداد، عرض هو فيلم أو خلينا نقول بيكاسو، فيلم بيكاسو، والتقيت به نعم هناك. ممكن يكون نعم، عندك رائع، شخص عمل، رائع محترم ممكن يكون خلوق. عندك عمل، ممكن يكون نعم عندك عمل مشترك مع جعفر مراد بالمستقبل. يا ريت. انا هسه من خلالكم اقول له يا معود يلا خلينا نشتغل. جميل لان جميل ايضا انا جميل. انتمي لهذه المنطقه، يعني الاشياء النفسيه، الاشياء نعم. المعقده الكذا، يعني احب ادي هيك شخصيه. شفت الفيلم عجبني جدا، وهو رجل جميل. اكو فكر براسه، اكو كذا، يعني حتى يعني موضوع الموسيقى، موضوع الكذا، موضوع الازياء الشخصيه، فعلها كذا، هو كل هذه الاشياء مهتم بيها. فيا ريت تصير فرصه واعمل معاه، يا جميل ريت. جدا. هو طبعا بالمناسبة المسلسل هو أول مسلسل درامي يسجل فيه، أو خلينا نقول يسجل فيه خارج العراق ويعرض في داخل العراق على قناة نعم الطليعة. نعم، طبعا نوجه لهم يا تحياتي ريت تصير جميعا. هيك يعني يا ريت تصير عندنا فنانين يعني كثار وكبار ومهمين يعني خارج البلد.